السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مزيانين كيف ديما. اليوم ان شاء الله البنات غادي نوجد واحد الميني كيك ونشاركو معكم ان شاء الله. هنا البنات عندي بيضه وحده، وهنا كما شفتوا راني دايره قبيصه الملحه ضروري. هنا البنات غادي نضيف نص كاس ديال سنيده، غير نص كاس، وغادي نضيف فاني واحد، صافي. هنا البنات غادي نطرب هاد العناصر حتى يضاعف ليا الحجم ديال البيض، يعني وتبدل لونه. وعاد غادي نضيف العناصر اللي باقيين ليا ونرجع معكم. هنا البنات من بعد ما خدمنا داك البيض وسنيده والفاني، هنا غنزيد نص كاس ديال الزيت، ونبقى مستمره في التضراب. ونفس الشيء حتى للحليب. هنا الحليب البنات عندي دافي، منديروش الحليب من الثلاجه، يعني ما يكونش بارد، دفيتو شويه حتى هو نص كاس. دابا غادي نضيف البنات الحليب كي قلت لكم دافي، صافي. غنبقى مستمره. هنا غادي ندير غادي نضيف النواشف، يعني غندير معلقه كبيره د الكاكاو، وغادي نضيف عليها خماره وحده، صافي. هنا غادي نخلط مزيان، ومن بعد غادي نبقى نزيد في يعني في الفورس. العجينه ما خصهاش البنات ديال هاد لي كيك ما تجيش قاصحه بزاف، يجي شويه خفيفه. هنا خدا معايا تقريبا كاس ديال العنبه ديال الفورس، يعني ما عامرش، ما يكونش عامر حتى للفم، وهو اللي دخلت في هاد العناصر. صافي البنات غنبقى مستمره ونرجع معكم. هنا البنات من بعد ما ضفت الطحين، هنا غنديرهم البنات في هاد ليمون، يعني ميني مول ديال المول العجيب. وهاد العجينه كتجي الخليط يعني خفيف كي قلت لكم. هاد ليمون دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم الفورس، وفي هاد تكونوا يعني شاعلين الفران كيسخن على 180 درجه. غادي تشعلوا البنات اللي عنده فران طو يشعل لتحت والفوق في دقه واحده، وتكون على 180 درجه هكا يطيبوا. وخلاص الغاز غادي تشعلو غير من التحت، حيت ما يمكنش اللي ما عندوش اللي كيشعل التحت والفوق حتى يشدوا راسهم وعاد تشعلوا لهم الفوق. صافي البنات ما تعمروهمش بزاف باش ما يفيضولكمش منين يطيبوا، ما يفيضوش في يعني من فوق ليمول على هذا الشكل. صافي البنات غنبقى مستمره وغندخلهم يطيبوا ونرجعوا نشوفوا طريقه التزيين. هنا البنات من بعد ما طابوا خرجتهم من الفران كيجيو على هذا الشكل، دغيا كيتحيدوا من دوك ليمول. شوفوا الناس كيجيو رطب. هنا البنات انا غادي نحيدهم حيتاش باش ما يبقاوش في ديك ليمول وما سخان غادي يعرقوا. احسن تحيدوهم ديك الساعه كيتخرجوا من الفران غير بواحد شويه يدفاو. وهنا البنات غادي نوجدوا الكريمه اللي غادي ندير لهاد لي كيك. هنا البنات غادي نحتاج لهاد الكريمه، غادي نحتاج 2 كيسان ديال الحليب، وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال الكاكاو، و2 معالق ديال النشا. هنا كما شفتوا البنات ها الحليب قلت لكم 2 كيسان. هنا معلقه ديال الكاكاو، وغادي نحتاج 2 معالق ديال النشا
كبار، وغادي نضيف 3 د المعالق ديال السكر يعني سنيده، المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، ومعلقه الثالثه. صافي البنات، وغادي نضيف واحد الفاني واحد. على هذا الشكل. وغادي نحرك هاد العناصر مزيان، ومن بعد البنات غادي نديرهم فوق البوطه ونبقى مستمره في التحراك حتى يعقد معايا هاد الكريمه، وعاد نضيف لها في الاخر الشوكولاط، يعني 8 القطع ديال الشوكولاط. من بعد ما حيت الكريمه فوق العافيه، هنا غادي نزيد لها 8 القطع ديال الشوكولاط، وغادي نضيفها مع حتى الكريمه سخونه باش يذوبوا ليا دغيا. صافي غنبقى مستمره في التحراك. هنا البنات راه دابت معايا. هنا البنات غادي نجيب ديك الكريمه نديرها في الوسط ديال لي كيك كما شفتوا البنات. كي قلت لكم هنا راه دابت، حيت كتكون الكريمه سخونه دغيا كتذوب. صافي وهنا غادي نبدا نعمر دوك لي كيك. نحاول نقادها. وغادي نبقى مستمره بحال هكا كما شفتوا البنات على هذا الشكل، ونرجع معكم. صافي هنا البنات من بعد ما ساليت التعماره ديال الكريمه، هنا زينتهم انا بالفريز. يمكن لكم تزينوهم باش بغيتو، يعني متوفر لكم يعني حبيبات ديال الشكلاط اولا الفيرميسين كحل ديال الشكلاط. شوفوا البنات هنا كيجيو رطيبين. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، وشكرا للمتابعه وبسلامه.